ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونستأنف معكم الحديث عن حصاد الفكر. وسؤالي في هذه الحلقة: ما هي أفضل طريقة للرد على من يطعن بك أو بك عندما لا تعجبه أفكارك؟ الرد على المخالف، ما هي أفضل طريقة للرد على المخالفين؟ كلنا يتعرض للهجوم، وكلما زادت مكانة الإنسان، شهرته، تأثيره، كلما زاد الخصوم. وعلى فكرة حتى مع العلماء الأتقياء المتمكنين، إمام عظيم مثل جعفر الصادق ولا مثل الشافعي، هؤلاء علماء عظماء، مع ذلك تعرضوا للطعن. فما هو أفضل رد على المخالفين؟ طبعا الذي يتبادر للأذهان فورا أن أفضل رد هو تجاهلهم والترفع عنهم. هذا صحيح على فكرة في معظم الحالات هذا التصرف صحيح، وخاصة يستقيم مع قول الله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. أعرض عن الجاهلين، هذا هو القانون العام، لكن هناك استثناءات. 3 حالات استثنائية يجب فيها الرد، ورحم الله امرئا دفع الشبهة أو درع الشبهة عن نفسه. ما هي هذه الحالات ال3؟ أولا، عندما يكون من يهاجمني له أثر كبير، مثلا عالم شرعي كبير، أو عالم علمي كبير، أو شخص إعلامي له انتشار واسع، أو شخص له مكانة اجتماعية كبيرة. فبهذه الحالة عندما يطعن في سيكون له تأثير كبير في الناس. ففي هذه الحالة يجب أن أرد، وسنتعلم ما هي أفضل طريقة للرد بعد قليل. الحالة الثانية: إذا كان الهجوم صحيح يبدأ بشخص لكنه خبيث، وقد يتقول أشياء ليس لها أساس، وهذا قد يتحول إلى إشاعة. في هذه الحالة من السهل القضاء عليها في أولها، لكن إذا انتشرت تعال لحق ترد على من ومن. مثل الذي ادعى أن لي حساب في بنك معين، وأن فلانة من أصحاب الشأن حطت في حسابي 10 مليون ريال ولا. أولا ما عندي حساب في هذا البنك، هذه المرأة ما عمري اجتمعت بها على مكانتها. فأنا ماذا فعلت؟ فورا نشرت أن هذا ما عندي لا حساب ولا عمري شفتها، فقضيت على الإشاعة في أولها. إذا كان ممكن أن تتحول إشاعة، القضاء عليها في أولها أحسن من انتظارها. الحالة الثالثة هي أن يكون الطعن مخطط له من مجموعة من جماعة شرعية معينة، أو من الليبراليين يريدون أن يهاجموني، أو صحفيين فيتجمعوا. على فكرة هؤلاء يتجمعوا ويخططوا، ولذلك تجد هجومهم مركز على شخص معين في فترة واحدة. فهذا الطعن المخطط له من مجموعة مع كثرتهم، هذا قالوا هذا قالوا هذا قالوا هذا، وخاصة لما يتقولوا عندها سيصدقهم الناس. لا تنتظروا، لا، نعم سيصدقهم الناس، لأن يقولون ما في رماد ما تحته نار، لازم في نار، لازم في شيء، وأحيانا ما يكون في شيء تماما، لكن مع كثرتهم يصدق الناس. في هذه الأحوال ما هي أفضل طريقة للرد؟ أفضل طريقة للرد، احفظوها إذا تمت هذه المسألة، المواجهة بهذه الطريقة، رد واحد فقط، لكن هذا الرد لازم يكون موسع، صفحة كاملة بجريدة، ولازم يكون مفصل بالأدلة والبراهين، ولا تردوا بالأقساط، وإنما رد واحد موسع. ولا تردوا على كل واحد منهم على حدة، قال فلان وردي كذا، قالوا لا لا لا،
خذوا آراءهم وأفكارهم وأقوالهم جميعا واعتبروها رأي واحد وردوا عليهم رد واحد، ليس بالتقسيط، وانشروها على أوسع نطاق. وكلما طعنوا مرة أخرى يتكرر النشر مرة أخرى، كلما طعنوا ينشر نفس الرد، ليس رد جديد. أنا قلت واكتفيت، ولا تنشغلوا بهم. كان شيخنا القرضاوي رحمة الله عليه قيل له أن في كتاب نزل عنك يطعن فيك ويؤذيك، فما رأينا رد عليه. قال بلى رأيت، نزلت ردا. قالوا ما شفناه، ما هو الرد؟ قال أنتجت كتابا جديدا. في النهاية إنتاجنا وقوة إنتاجنا هي أفضل رد على خصومنا، فاستعملوا ذلك وفقكم الله تعالى في الدنيا والآخرة. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر.